هاي النهاردة لحد 20 ابريل، وبقالي كام يوم بفكر في حاجة، وهي ان I believe ان احنا لازم من حين الى اخر نعيد تقييم الافكار بتاعتنا تجاه الافكار والاقتناعات بتاعتنا تجاه حاجات معينة. يعني بعيدا عن الحرام والحلال طبعا، يعني انا بتكلم عن الحاجات اللي هي العادية، يعني مش بتكلم على حاجات دينية، بس بتكلم على مثلا اي حاجة احنا بالذات المشاعر اللي هي بتكون قوية قوي تجاه الحاجات، سواء حب قوي او كره قوي. بحس ان احنا لازم نعيد تقييم فكرنا او وجهة نظرنا تجاه الحاجات دي. يعني ايه؟ مثلا احنا كل واحد عنده حاجة هو بيكون كارهها قوي ورافضها تماما، يعني فكرة حاجة معينة رافضها تماما وما يحبش يعمل الحاجة دي او يستخدم الشيء ده. فبحس ان لازم ان احنا الحاجات بالذات حتى الحاجات اللي احنا بنحبها قوي، يعني حاجة مثلا احنا بنحبها جدا وما نقدرش نستغنى عنها ومش عارفة ايه وكده، الحاجات دي اللي عندنا تجاهها مشاعر قوية، بحس ان دي لازم نعيد تقييمنا ليها ونسأل نفسنا تاني. يعني مثلا الحاجات اللي انا بكرهها دي، طب ما ممكن اديها فرصة، ما يمكن دلوقتي الشخص اللي انا عليه دلوقتي استفاد من الحاجة اللي انا كنت على طول مش بحبها وركناها ورفضها تماما، ما يمكن دلوقتي تكون ليها استخدام مختلف، يمكن ابصلها بطريقة مختلفة. او حتى لو دي حاجة كانت فكرة، حتى لو كانت اكلة، حتى لو كان شخص. يعني اول مرة انا لاحظت الموضوع ده كان في اكلات واتصدمت جدا، كنت مبهورة قوي قد ايه انا غيرت رأيي تجاه اكلات معينة وبقيت احبها، وبل جات لي حتى فترة كنت مدمناها مثلا، واللي هو باكلها كتير، حاجات معينة في الفاكهة، يعني مش فاكرة كانت فاكهة ايه، بس المهم يعني كانت فاكهة معينة كنت انا رافضاها تماما، وبعدين ايه، يشاء القدر انه يجمعنا واحبها جدا واقعد اكلها كتير وكده. المهم، فحتى كنت بقول انا ليه بكرهها كده. حصل معايا نفس الموقف ده برضو اليومين اللي فاتوا دول، يعني في كذا حاجة كنت رفضهم تماما، او اللي هو خلاص يعني مقفلة مخي تجاههم. وبعدين قلت طب واي نوت، خليني اجرب، اللي هو خليني اشوف كده فيديوهات عن الناس اللي بتحب الحاجة دي وبتستخدمها. هو ابلكيشن كده معين، يعني حاجة تافهة اتفه مما انا مكبرة الموضوع، بس يعني انا قصدي الفكرة نفسها. ان احنا كل شوية احنا نفسنا بنتغير، بالذات لو انتوا في العشرينات، بحيث ان احنا بنتغير جامد جدا. يعني احنا العشرينات دي كأنها فترة بلوغ الشباب، يعني مش بس اللي هو عارفين الفترة بتاعة البلوغ دي قد ايه الواحد بيتغير فيها جامد جدا، وافكاره بتتغير ومش عارفة ايه، وكل حاجة بتتغير فيه وشخصيته. احنا كمان بحس العشرينات كده، بس ولا حد بيتكلم عن الموضوع ده، بيتكلموا بس على قد ايه الموضوع ستريسفul. هو ستريسفul فعلا، بس ده عشان احنا بنتغير، وبنتغير كتير جدا، احنا مش عاقلين ولا حاجة يعني بجد. كداب اللي قال ان اللي في العشرينات دول عاقلين او كبار، يعني بحس ان احنا لسه بنبلغ تاني للمرة التانية، بس بنبلغ بقى فكريا وحاجات تانية كتيرة م- بتكون process الماتشوريتي، لكن مش ماتشور قوي يعني بصراحة. مهم، ف فبحس ان الموضوع ده بالعكس بيبقى helpful، لان كأنه اتفتح لنا اختيارات اكتر، في حين ان احنا ما اتفتح لناش ولا حاجة، احنا بس ابتدينا ندخل السيركل بتاعتنا، او ابتدينا ندخل حياتنا حاجات كانت اوريدي موجودة بس احنا رافضينها تماما. فيبان كأن ايه ده، الله بقى عندي اختيارات اكتر ومتنوعة اكتر، فاهمين؟ بس فمثلا انا حصل معايا الموضوع ده في ابلكيشن معين، كنت رافضاه تماما ومش عايزة استخدم الابلكيشن ده، واللي هو حاسه انه يعني ملهوش اي فايده، يعني مش مفيد، يعني مش هستفاد منه وكده. المهم، فبقالي فتره قلت ايه، طب يعني واي نوت، طب ما اشوف كده. المهم شفت فيديو، وبعدين ايه بصراحه اقنعني وكده، وبعدين لقيت برضو ناس من اللي حواليا بيستخدم الابليكيشن ده، فسألتهم عليه، مش عارفه ايه رأيكم فيه، كذا كذا كذا.
بس فاكتشفت انه لا، طب ما ده بالعكس طلع حاجة حلوة جدا، وطلع ان ايه ده هو الحاجة المناسبة ليا جدا في المرحلة اللي انا فيها دلوقتي بالذات. ماشي، فقلت خلاص طيب ما انزله واجرب، واي نوت، فاهمين؟ في حين انا اصلا كنت رافضه فكره الابلكيشن، مش بس الابلكيشن، انا رافضاه اصلا هو شخصيا كله على بعضه. بس وبعدين حتى دلوقتي بقول يا ريتني كنت اعرف عن الابلكيشن ده من قبل كده، يعني انا ليه كنت رافضاه قوي كده. بس يعني ده مثال كده. مثال تاني برضو، ناس يعني في ناس برضو معينة انا دايما حصر نفسي في ناس قليلة قوي هنا بالذات في تركيا. بحصر نفسي في ناس قليلة جدا اللي هم دول اللي انا احب اخرج معاهم، و ومعظم الوقت الجدول بتاعهم مش مناسب مع الجدول بتاعي، فمش بنعرف نخرج اصلا مع بعض في الاخر. فاللي هو برضو يعني بقول لنفسي طب ليه حاشره نفسي بس في الناس دي، ومش مديه نفسي فرصه ان انا ادي فرصه للناس التانية. انا مثلا مش قريبه منهم الناس التانية، ناس قليله قوي قوي مني، يعني يتعدوا على صوابع الايد الواحده اللي قريبه مني هنا في انقره. بس برضو ده ما يمنعش ان انا اقرب من ناس تانية، او ان انا احاول اديهم فرصة. فدي مثلا حاجة انا كان بالنسبة لي لا خلاص، انا مش قادرة على ان انا اخرج مع البنت دي، خلاص مش عايزة. طب ما ليه؟ بس فابتديت برضو الموضوع ده ابتديت اعمله، و يعني ان ادي فرص تانية او تانية وتالتة ورابعة عادي، لحاجات انا كنت رافضاها تماما قبل كده. وجربت فعلا، بالعكس اتبسطت جدا، وقلت يعني بجد انا كان ممكن اعمل كده من قبل كده من بدري. دي حاجة. الحاجة التانية كان ايه كمان؟ في كذا حاجة كده اكشلي، كذا حاجة، اكلات برضو معينة ومشروبات ومش عارفة ايه وحاجات من السوبر ماركت، يعني اكلات برضو بس ايه يعني كذا حاجة كده اللي هو كنت رافضاها تماما. وخروجات حتى معينة او كده. فبحس ان لا، يعني احنا اللي بنحصر نفسنا كده، احنا اللي بنقفلها على نفسنا. ماشي، بالذات لو انتوا ناس very picky. يعني انا برضو لاحظت ان انا very picky، انا ما كنتش عارفه الموضوع ده خالص. بس يا جماعه بجد احيانا الواحد ما بيكونش عارف نفسه دي مش هو ده اللي انا كنت هقوله، بس احيانا فعلا الواحد ما بيكونش عارف نفسه. وانا اكتشفت حال ريسنتلي ان انا بيكي، ما كنتش اعرف الموضوع ده. ف فده اللي بحاول فعلا برضه اشتغل عليه، ان يعني خليكي كده مبحبحة، يعني بالراحة، ايه يعني ما تجربي فيها ايه. بس لكن انا ما كانش عندي الفكر ده. الحاجة التانية بقى اللي انا عايزة ابتدي اعملها، هي زي ما بقولكوا الحاجات اللي احنا بنحبها قوي بزيادة، دي انا عايزة فعلا ابتدي ايه اعيد التقييم ليها. مثلا في ايس كريم في ايس كريم هو لو يطول وينطق، هو اللي هينطق ويقول لي سيبيني في حالي، ارحميني، اعتقيني. من كتر ما بشتري الايس كريم ده بجد، انا باكل الايس كريم ده تقريبا، بالذات السنه دي. يعني انا اكتشفته السنه دي، اول ما اكتشفته خلاص مش بسيبه، اول ما يخلص بطلب على طول. روعه روعه يعني يا جماعه. بصوا الايس كريم اصلا لوحده ده، يعني انا ما اعرفش اي حد بيكره ايس كريم، بالذات بقى الايس كريم ده روعه مش طبيعي. المهم، فالايس كريم ده بقى انا محتاجه ابتدي اعيد تقييمه، انا ليه بحبه قوي كده فدي مثلا حتى لسه عندي واحد هنا في الفريزر دلوقتي. عارفين اللي هو انا مش بحس بامان الا وهو في البيت، الايس كريم ده. وكان في فتره برضو الموز، ما كنتش بحس بامان الا لو في موز في البيت، يعني لازم، حتى لو انا مش باكله. يعني احيانا بجيب موز مش بيكون مستوي لسه، فاقول خلاص هصبر عليه شويه كام يوم لحد ما يستوي. اول ما الاقي ان انا خلاص استوى وابتديت اكل فيه وفاضل قليل، ابتدي اشتري تاني بقى حتى قبل ما اخلص اللي موجود ده، عشان التاني ده يقعد يستوي عقبال ما انا اخلص اللي عندي. ماشي، معلش متدخلة في تفاصيل جامده قوي، بس عشان فعلا ما كنتش بحس بامان الا لو في موز في البيت، يعني كنت بعشقه وما زلت بصراحه، بس ما عنديش موز دلوقتي. المهم، بس فمثلا الحاجات اللي احنا عندنا تجاهها مشاعر قويه قوي، زي مثلا ايه
ال ال مش عارفة زي مثلا ايه الحاجات اللي زي مثلا الحاجات اللي بنحبها قوي، مش بس الحاجات اللي بنكرهها قوي. ولعلمكم الحاجات، لو انتوا عدتوا تقييم الحاجات اللي بتكرهوها قوي هتكسبوا كتير جدا على فكرة. فعلا زي ما بقولكوا هتفتحوا على نفسكم حاجات جديدة وتجارب جميلة وحلوة، وانتوا اللي هتكسبوا، فاهمين؟ يعني انتوا الكسبانين، فدي حاجة حلوة. اما بقى الحاجات اللي بنحبها قوي فدي طبعا بتكون challenging، بتكون حاجة صعبة، لان مين اللي هيحب انه you think twice of something هو بيحبها قوي، فاهمين؟ يعني مين اللي هيفكر مرتين في حاجة هو بيحبها قوي؟ مثلا ما فيش حاجة جاية في مخي دلوقتي غير الايس كريم، بس مش عارفة، مش فاكرة خالص، ما فيش حاجة جاية في مخي قوي. المهم بس الحاجات اللي احنا بنحبها قوي مثلا برضو لازم نبتدي ان احنا نعيد التقييم فيها. ودي برضو اعتقد ان ممكن نكتشف فيها ايه بقى، يعني ايه اللي هيكون مختلف فيها. مش هنحبها زيادة اكيد، ممكن نلاقي ان احنا لا، في سبب تاني، ان ده حب irrational. ماشي، احس انا ابتديت يعني اهبط دلوقتي. انا عايزه انام اصلا. بس فعلا هتلاقوا مثلا ان حب الرشا، يعني انا ليه مثلا احب الايس كريم ده بزياده كده؟ ما اكيد يعني ده حاجه مش طبيعيه برضو. انا كنت بتغدى بيه في ايام كتيره، كنت بتغدى بيه، بجيبه اقعد عليه، خلاص انا كده اتغديت ايس كريم، فاهمين؟ مش عارفه ايه اصل، اكيد ما فيش حاجه غلط في موضوع ان انا احب الايس كريم اوي، اكيد في حاجات تانية انا بجد مش فاكره. الشوبينج، let's say shopping، انا في مرحله برضو يعني كنت بحب الشوبينج قوي قوي بالزياده بقى، بالزياده. ماشي، بس ده زمان جدا يعني. ايام المدرسه وكده كنت اللي هو خلاص يعني مهووسه شوبينج، ما يهمنيش بقى سعر الحاجه مناسبه مش مناسبه ولا اي حاجه، هات على طول، عجباني هاتي كده يعني. مش بالظبط بس يعني to some extent. مهم. فمثلا يعني ليه لو احنا مش محتاجين الحاجة مثلا، طب ما ليه يعني؟ ما هنكسب برضه، هنكون احنا الكسبانين، ان هنكسب ان احنا يعني مش هنضيع كده فلوسنا على حاجات احنا مش محتاجينها، فاهمين؟ مثلا يعني مفيش حاجة دلوقتي جاية في مخي. مثلا لا، دي برضو مش مناسبة. المهم يعني انتوا فهمتوا الموضوع. بس فطبقوه بقى، ماشي. مش قادرة، انا عايزة انام يا جماعة، وخلاص خليني ما اطولش عليكم اكتر من كده، نبقى نتقابل تاني. كان في حاجات تانية اكتشلي عايزة اتكلم فيها، بس بقى نخليها الحلقة التانية. يلا باي، ثانك يو.